ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة ضيف السادسة، وفيها تقى مراسلنا في القاهرة أحمد نوير يوسف الدهشوري حرب رئيس الاتحاد المصري الأسبق لكرة القدم ورئيس لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد. أهلا بحضراتكم إلى هذه الإطلالة مع ضيف السادسة. ضيفي وضيفكم هو أحد العلامات البارزة في تاريخ كرة القدم المصرية والرياضة المصرية بشكل عام. ضيفي وضيفكم هو سيادة اللواء يوسف الدهشوري حرب، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق ورئيس لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد. أهلا بك سيادة اللواء معنا. أهلا بحضرتك، مشرفني. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني البداية مع كرة القدم المصرية، كيف ترى إدارة كرة القدم المصرية في الوقت الحالي؟ يعني أنا دايما بأشفق على كل من هو مسؤول في الدولة، مش كرة القدم بس، في كل قطاع أو كل فصيل في الدولة بأشفق عليه، لأنه بيؤدي عمله في مناخ صعب جدا، مناخ غير مستقر، مشاكل غير عادية موجودة في الساحة. أنا شايف إنها بتقل، وشايف إن السيطرة الأمنية بدأت تبقى أفضل، إنما إلى أن نحس إن الدولة رجعت لها قوتها كاملة، الاقتصادية والأمنية والسياسية وكل حاجة، تقول بقى إن إيه فعلا الرياضة بخير، والرياضة هتقدر تؤدي الدور المرسوم لها كويس. هل تدار كرة القدم المصرية بشكل تخطيطي وفق خطط جيدة من وجهة نظرك؟ وأنت ترأست اتحاد كرة القدم المصري لفترة، وفترة شهدت نجاحات، حتى الفترة التي تلتك استفادت من نجاحاتك وأحدثت أيضا إنجازات أخرى في كرة القدم. كان فيها استقرار، كنا بنخطط بجو هادئ جدا، بنخطط للكرة بعد 5 سنين. احنا عملنا مؤتمر لم يحدث في تاريخ مصر، لا سياسي ولا غير سياسي. اتعمل مؤتمر حضروا جميع خبراء اللعبة على مستوى مصر ومستوى العالم، جم اشتركوا فيه، وجهزنا لهم دراسات قعدنا نعد فيها حوالي 3 شهور على حال كرة القدم في مصر. وبعدين وصلنا بالتوصيات، هذه التوصيات نفذت بنسبة 100%. ولو جيت أرض الواقع دلوقتي هتقول نتاجها جميع المنتخبات القومية، جميع اللعيبة المصريين بلا استثناء، من عبد الستار صبري وحازم إمام الكبير لحد ما تصل لجده أولادنا الصغيرين اللي طالعين دول، كلهم أولاد هذا التخطيط. تمام. التخطيط كان عن قطاع الناشئين، وأنت كنت من بدأت فكرة الاهتمام بقطاع الناشئين. يعني هل ترى أن هذه الفكرة لها بصمة على أرض الواقع في الوقت الحالي، أم أن هذا القطاع قطاع مهمل؟ ما الناشئين دول هم القاعدة، هم القاعدة. البيت إذا ما عملتلوش قاعدة جامدة جدا مش هتعرف تطلع للدور ال25 والدور، إلا إذا كانت القاعدة قوية جدا. القاعدة القوية دي هي الناشئين، هي دي اللي تقدر تبني عليها اللي أنت عايزه. إحنا بدأنا بالناشئين، لكن وخلينا الناشئين ليهم مسابقات خاصة، الناشئين الأقوياء ليهم مسابقات خاصة. لما جينا وصلنا فوق حصلنا على كل بطولة، حصلنا على 12-13 بطولة من الناشئين للفريق القومي الأول اللي جابها كابتن سمير زاهر وحسن شحاتة. كل ده ناتج ونتاج تخطيط علمي، ولذلك بنقول في القانون الجديد لابد أن يكون هناك التخطيط العلمي، خطة هل علمية. هناك تخطيط علمي حاليا معمول في القانون الجديد؟ أنت تتحدث عن القانون الجديد، أنا أتحدث عن الوقت الحالي. الله أعلم، الله أعلم. إحنا على أيام الله أعلم، ما أعرفش هم ماشيين إزاي دلوقتي، لكن اللي كان موجود زمان لا، كان تخطيط على أعلى مستوى، كل واحد عارف مكانه. المدرب لما بتيجي تختاره السيرة الذاتية بتاعته فين؟ ليه سيرة ذاتية موجودة في الاتحاد، معلوماته كاملة على الاتحاد. لما أجي هختار الأفضل، لأن عندي السيرة الذاتية بتاع كل اللاعبين في مصر، كل الناس اللي بطلت، كل المدربين. فاختيارك بيبقى اختيار علمي مش اختيار عشوائي. متى يتم الاهتمام بقطاع الناشئين؟ إذا أنا بقول لبتوع كورة أنا شايفهم بيتفرجوا على الدوري دلوقتي، أؤكد لك إنه لن تحدث نتائج على المستوى التي يرغبها الجمهور المصري أو الإنسان المصري أو أي واحد بيحب كرة القدم. لن تعود لكرة القدم قبل 3-4 سنوات على الأقل. ده إذا خططوا للناشئين. بدأت من الآن. إذا خططوا للناشئين من الوقت، اللي فوق ده خلاص. الجيل ده عامل زي الجيل اللي بطل سنة 67. لو جيت عملت مقارنة ما بين جيل 67 يا عين اللي اتظلم ده واتبهدل، اللي كان فيه محمود الخطيب وفيه الناس الكتير قوي دول، وبين جيل ثورة 25 يناير بالظبط. بس جيل 25 يناير
تعرض لمشاكل اكتر بسنتين من جيل 67. 67 النكسه خدت قالوا ام كلثوم وعبد الوهاب والكوره هم اللي غرقوا كره القدم في مصر. فالرئيس الله يرحمه جمال عبد الناصر قال لك ما فيش كوره. بطلنا كوره سنه. ساعه ما بطلنا كانت مصر قمه العالم العربي والافريقي. كانت مصر بتكسب اي دوله عربيه 3-0 و4-0 و5-0. بعد 67 ساعه ما رجعنا بطلنا سنه الدول العربيه كانت بتكسبنا. افريقيا طلعت زامبيا وغانا ونيجيريا وجنوب افريقيا والبطولات افريقيا راحت عننا. المره دي توقع اللي حصل. اتوقع قد ايه؟ تتوقع 3-4 سنين على الاقل. 3-4 سنين. ما فيش لا في بطوله ولا في حاجه خالص. طب ما انت بدات الدوري وسط الظروف. ما انت بدات الدوري استأنفت الدوري والدوري بدأت شغال الدوري عشان يبقى نص العام ولا العام كله. انت مش عايز. انت ما كنتش مقتنع اساسا. انا مش مقتنع طبعا. مش مقتنع، لكن انا ممكن يعني تقليدا لتونس. يعني تونس عملت الدوري من غير جمهور وماشي، لكن واحنا الدوري عاملينه بدون جمهور حصل اعتداءات كثيره جدا على الحكام، وحصل اعتداءات كثيره على المنشآت الرياضيه، وحصل اعتداءات كتير جدا على المؤتمرات الرياضيه. كل ده حصل وكان الدوري بدون جمهور. ولكن الدوري كرة القدم مرآة للاستقرار في البلاد. يعني عندما يعلم أحد أن مصر كرة القدم فيها تسير بشكل طبيعي، فهذا يعني يعطي إلى حد ما صورة لاستقرار في البلاد. يعني صورة، لكن الاستقرار الداخلي النفسي مفيش فلوس في الأندية وللعيبة. تمام. مفيش جمهور. الأمن مشغول بحاجات أهم مليون مرة من كرة القدم. أهم مليون مرة من كرة القدم ومن الألعاب كلها. لأن لما تقول أرواح الناس أهم ولا ماتش كرة قدم أهم، لا، أرواح الناس أهم. ننتقل إلى قانون الرياضة الجديد. البعض يقول لماذا قانون رياضة جديد؟ هناك قانون حالي لا يطبق أساسا، فلنطبق أساسا القانون الموجود وبعد ذلك ننتقل إلى قانون رياضة جديد. يعني عايزين نبطل بقى حكم الغابة. احنا بنقول نتجه إلى دولة ديمقراطية، دولة يحكمها القانون، والقانون بياخد تعليماته من الدستور. ناخد بقى الكلام بالدول، نيجي للدول اللي موجودة، الميثاق الأولمبي واللجنة الأولمبية. كل دي حاجات مستحدثات جديدة تمت في غياب ان جميع الوزراء الشباب والرياضة، عشان ما نظلمهمش، السابقين تقدموا بمشاريع قوانين للرياضة، ولكن للأسف الشديد ان الدولة كانت بتحطها على الرف. ليه؟ لأنها لا تؤمن بالرياضة. لا تؤمن لأن بالرياضة. الدولة تحب تستفيد بالرياضة وبالرياضيين، بيعملوا شو يخففوا الناس الضغط. تتحدث عن عصر السابق. انما الرياضة في مفهومها لا. كان نمرة واحد لما يجي لك مشروع قانون وأعدوا أي وزير من وزراء الرياضة السابقين عشان تدخلوا مضبطة مجلس الشعب، لا، يخش نمرة واحد. لأن الرياضة في أي حتة في العالم بتحط في الرف، مش في الرف الأولاني، بتحط في المقام الأول. ماذا سيقدم قانون الرياضة الجديد لزيادة مساحة أو رقعة ممارسة الرياضة في مصر؟ هيتعمل لممارسة الرياضة والموهوبين مادة أو مادتين على الأقل. هيتعمل للاستثمار الرياضي خامة العصر اللي موجود في العالم، هيتعمل له مادة أو مادتين. هيتعمل للمنشطات اللي هي مشكلة الشباب، مشكلة بتاعها، تعمل لها مادة أو مادتين. هيتعمل لها البحث العلمي. هيتعمل إعادة للجمعيات العمومية اللي حصل فيها لخبطة في الفترة الأخيرة. أنت راضي عن الجمعيات العمومية؟ ما هو القانون الجديد سواء كان للاتحادات أو للأندية. ما هو ده مش راضي. هتعملوا إيه في القانون الجديد عشان تلزموا الجمعيات العمومية أن تمارس دورها بشكل جيد؟ يعني ملزمة تخلي الجمعية العمومية جمعية جادة وليست جمعية تمثيلية تقاد. هي اللي تقود ولا تقاد، لكن هي لحد دلوقتي بتقاد ولا تقود. أنت تعلم أن قانون الرياضة الجديد أثير حوله جدل كبير. أنت تعلم بأن هناك مشكلات ما بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية. كيف رأيت هذا الخلاف في ظل أنه وصل إلى اللجنة الأولمبية الدولية؟ نداء أخير لصديقي العزيز خالد زين. أنا عمري ما هكتب حاجة على عادل زين على خالد زين غلط، مش في حقه كويسة، لأن ده راجل أنا برتبط بيه ارتباط كمان. بقول له يجب أن نعرف كلنا أن كل واحد فينا له كبير، وكبير الأسرة الرياضية هو وزير الرياضة. وأنت زمان كنت شغال في مكتب وزير الرياضة، كنت أحد الذين ينفذوا توجيهات وزير الرياضة.
أنت في اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة الأولمبية المصرية تابعة لوزير الرياضة. يجب أن يكون بالتفاهم، تاخد اللي أنت عايزه من وزير الرياضة. لكنها لجنة مستقلة. وإذا وزير الرياضة ما أنصفكش، في قضاء المصري ينصفك. كيف استقبلت هزيمة المنتخب المصري أمام غانا؟ متوقع. 6-1. كنت متوقع ده؟ متوقع. لا المدير الفني متوقع، ولا الأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة متوقع، ولا ما أنا بقول لك أهو، ولا أي حد كان متوقع. بأمارة إيه أنت تكسب غانا؟ قول لي أمارة واحدة. أنت ما بتلعبش كورة، أنت بتعمل ماتشات بروفات هزلية، أنت الدوري العام مش عندك، لعيبة الكورة ما بتاخدش فلوسها. ولماذا كانت طموحات لماذا كانت طموحات برادلي بأنني جئت؟ ده لا مؤاخذة ده قصور في النظر. ده تفكير. هو يا عيني كان بيلعب مع الإعداد بتاعه مع فرق صغيرة على قدها، فهو اعتقد ان غانا زيهم. في نهاية اللقاء إذا كنت ستهمس في أذني السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي، ماذا تقول له؟ أنا أعرف أنك لا تعرف للمجاملات طريق، وأنك لا تمسك العصا من المنتصف. أنا بقول له أنت راجل محترم وراجل بتعمل في مناخ، لو أي واحد غيرك بيعمل في المناخ ده ما يستطيع أن يفعل ما تفعله، ولكن أي واحد يخرج عن طوعك، أي واحد يخرج عن طوع مجلس الإدارة، همشه، اركنه، ابعده. تقصد مين؟ ابعده. ده كتار كتار. سيادة اللواء يوسف الدهشوري حرب، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق ورئيس لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد، في نهاية هذا اللقاء أشكرك شكرا جزيلا. شكرين جدا. شكرا جزيلا. وأعزائي المشاهدين، كانت هذه إطلالة مع ضيف السادسة، حتى لقاء آخر، أشكركم وإلى اللقاء.